ودعم برنامج ريميني ودعم برنامج داون. انا جبت لك برنامج النهارده تشتغل بيه مدى الحياه وهحول الصوره بتاعتك لافاتار. قبل اي حاجه يا صاحبي انا مش هقول لك غير قدر اللي انا مصور لك الفيديو دلوقتي الساعه 12:30 لان لسه رايق الطريقه. فكل اللي انا عايزه منك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. انتوا عارفين انا مش بجيب لكم الحاجه غير البوست، يعني يا تعمل مكانها يا بلاش. برنامج النهارده يا صاحبي برنامج ناس كتير قوي عارفاه، بس نازل له ابلود جديد. انا عايزك تعمل له ابلود وتتابع معاه الشرح دوت، وطبعا هتدخل معايا على حاجات كده انت ما تعرفهاش في البرنامج. فكل اللي انا عايزه منك عشان ما تقعدش في المقدمه تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتكمل معايا الشرح لاخر دقيقه. بس كده يلا بينا. في بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر اللي انا مصورك الفيديو الساعه 12:30 بالليل. انا عايز اقول لك من اول ما قفلت اللايف الساعه 9 وانا عمال ادور على برنامج والف اشوف حل برنامج ريميني ودون وده كله، لان يعني عارف ان في ناس كتير قوي عايزه تعمل صوره الافاتار. انا جبت لك طريقه صاحبي انت تشتغل بيها العمر كله بمعنى الكلمه. طبعا يا صاحبي برنامج توم مي ده انا عارف اللي هو موجود مع ناس كتير قوي، وناس كتير قوي تقول لي لا ده مش موجود في البرنامج. بص يا صاحبي البرنامج نزل له ابلود جديد، لو انت مش محدثه ادخل حدثه من متجر بليه واعرف معايا انا اعمل ايه وادخل على ايه. طبعا هي في حاجه معينه يعني مش هتدور هنا تلاقيها، لا بص يا صاحبي الطريقه جامده يعني بمعنى الكلمه. لو عملت اشتراك لاخوك قدر واعمل لايك، الشرح بتاعنا سهل جدا. كل اللي عليك يا صاحبي تضغط على كلمه المتداوله. طبعا انا عاوز اعرفك اول حاجه يا صاحبي اللي هي الكينج دي، طبعا دي زي الافاتار بالظبط، بس المشكله اللي هو بيعمل لك خلفيه سوداء. طيب انا مش عايز خلفيه سوداء، اعمل ايه؟ تعالى كده يا صاحبي هتنزل معايا تحت، مش عايزك تمل، انا عايزك اللي انت اصلا يعني ممكن تلاقي طريقه احسن من دي بكتير. شايف ده يا صاحبي؟ انت عايز تعرفني ان ده مش افاتار؟ الصوره قبل اهيت وبعد اهي. عايز تعرفني ان ده مش احسن من الافاتار اصلا؟ طبعا يا صاحبي دي كانت مخفيه في البرنامج، يعني انا شفتها انا انبهرت، انا عن نفسي كده انبهرت. بعد ما تختار كده يا صاحبي كالعاده هتختار الصوره بتاعتك، وليكن مثلا الصوره دي كده. طبعا هناخده على مقاس الوجه اهو بالشكل ده كده، ونضغط على السهم ده كده. هيجيب لك اعلان حوالي 5 ثواني او 6 ثواني، هيخلص وارجع لكم تاني. انت شايف ده كده بعد ما خلص؟ بالله عليك ده ما افاتار يعني يا جدعان انا مش مصدق، انا لحد الان مش مصدق الشكل الجمدان ده. انت لو قصيت الصوره بتاعتك كده ونزلتها على اساس افاتار كلها تفكرها من برنامج ريمين او داون، والطريقه زي ما انتم شايفين يعني هتمشي مع الناس كلها. طبعا يا صاحبي انا عايز اقول لك الطريقه، انا دورت على برامج كتير ما لقيتش غير البرنامج ده، واحنا برضو مستمرين لو لقينا حل البرنامج ريميني او داون. بس انا عايز اقول لك البرنامج ده يغنيك عن حاجات كتير قوي. طبعا يا صاحبي زي ما انت شايف الطريقه جامده، تحفظ الصوره بتاعتك بقى وتنزلها. ويا رب يكون استفدتوا معايا النهارده. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.